بسم الله ما شاء الله. انا جيت لقيت بقى ست الحباب وست الكل عامله الحاجات العظمه دي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انت كنت بتقول اي يما اجعل خمرتك سكرك. كل اللي يدوقك يشكرك. صح. بنقول بسم الله ما شاء الله، بنقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بنقول عجينك عجيني ما بين ايدي والنبي فات عليا. قال لي الشهد يا صبيه قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. خمرتك سكرك، كل اللي يدوقك يشكرك. هنعمل احلى فطير عارفين لا عشان ست الحباب دي حاطه ايديها فيه، فهو هيبقى طعمه حلو ومش عاوز حاجه تانية غير كده. الصلاة على النبي. احنا مش شاريين دقيق يا جماعه من بره، احنا عندنا الدقيق يعني ده دقيقنا اللي احنا طحنين. ما جبناش حاجه من بره. ما شاء الله. كنا خايفين منه بس كانت جميله. لا ما شاء الله جميله اهو. هي الاوضه هنا عشان رطبه محافظه على الدقيق. من السنه اللي يعني صلاه النبي احنا ده متخزن بيبقى من السنه للسنه. بنطحن اول الشتاء يفضل طول السنه عندنا. في اوضه رطبه هنا ولا طايلها شمس ولا اي حاجه. مفيش فيها حراره بمعنى اصح. جميله وريحته عسل وهو عسل. عسل من ايدك يا ام صباح. الله يبارك لك. ربنا يجعل مفتوح بحسكم يا رب ويوسع عليكم قدر يا كريم. يا رب يا رب اللهم امين. احنا وانتم والمسلمين. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. طمنا عليكم جميعا يا الله. امين يا رب العالمين. كده ما شاء الله خلصنا العجينه اهو. هو كده في اخر مرحله. هنسيبه بقى يما يريح شويه. هيريح شويه بقى وبعد كده باذن الله نقرصه ونفرد معاكم الفطير ان شاء الله. يا رب. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده بقى هندهن الصينيه زيت عشان العجين ما يلزقش فيه، ونجيب شويه زيت نقرص بيه. بسم الله. طبعا تقرصي على قد حجم الفطيره، على قد حجم الصينيه اللي انت هتعمليه. فهو كده ده الحجم اللي احنا بنعمل عليه على طول. انت بتمسكها تخطصيها في الزيت. نعم حاضر. بنسيبه يرتاح شويه. انا عاوزه اعمل. طب بس استنوا شويه في الاخر اعمله ماشي كده يما. كده الحجم يعني كده اصغر يعني اللي انا كنت عاملاها الاولانيه كبيره. لا حلو. حلوه كده. بس هات وشوشنا الاول كده وبعدين ننزل على والله العظيم حقها فتح. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اهو كده يما صباح. يا صباح. لا لسه كده يا زيت زي ما انتم شايفين كده بندهنه زيت. ما يكونش غرق. ده الصينيه الاول زيت. دهنها زيت عشان ما يلزقش. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ودي ان شاء الله يشتروا ما شاء الله. شقة من اي حته بقى. وقف كده يا ابو عمر على ما نخلص. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بنسيح السمنه وبنحط عليها زبده. طبعا عندك زبده خالص حطي، عندك سمنه خالص حطي، عندك من ده ومن ده حطي، من ده على من ده يشيلوا بعضهم، لانك طبعا مش هتلحقي نفسك زبده لوحدها. ده بقى بيخلي ريحه الفطيره جميله في حته تانية. دي بقى ما شاء الله دي قشطه، ديت القشطه اللي هندهن بقى الفطير. ودي بسم الله ما شاء الله جبنه فلاحه على قشطه. انتوا فاكرين السلطانيات بتاع الزمان؟ هي دي. فاحنا هنا حطينا جبنه على قشطه وهنهرسهم في قلب بعض علشان يبقوا حشو الفطير. طبعا احنا هنعمل فطير بجبنه وفطير ساده. فدوت ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده خير ربنا كله فطير جبنه بقشطه وقشطه تاني هندهن بها الفطير والسمنه بالزبده. شايفين ما شاء الله الزبده ساحت وعملت على الوش ازاي، بتخلي طعم الحاجه وريحه الحاجه جميله. هنا ما شاء الله احنا جهزنا بقى حاجتنا، خلصنا كده تقريص زي ما انتم شايفين، وحطينا الطبليه الحلوه بتاعنا ياما غبزنا عليها وياما تلمينا حواليه، وحطينا السمنه والقشطه والجبنه
ودي الصواني اهي اللي هنفرد عليها الفطير، وده باقي العجين وده الفرن بقى اللي هنعمل فيه. يعني هو المكان ده اصلا احنا مخصصينه كده للخبيث، وابو عمر بقى قاعد اهوت هيساعدني هيساعدنا ان شاء الله. اتفرج بس. طب حتى امسك لنا التليفون بس. طب الهم ايد لوحدها ما تسقفش بس. ادي لا لازم نتعاون كده مع بعض. واكل السكر يترفع وترجع تصورة وترجع تروح المستشفى. يترفع ده فطير. يعني فطير ماشي، هديك حته قد كده اهو. مش فطير مشلتت، فطير عادي. حته قد كده اهو اللي تاخدها. بألف هنا وشفا لك يا ابو عمر. ايه؟ نستناه من السنه للسنه. ربنا ما يقطعها عادة ابدا يا رب، ويجعلنا في الخير دايما ده. تعرفوش انا لما ببقى بنزل البلد ببقى مبسوط ازاي والله. اكيد يعني كفايه اجواء البلد، وكفايه بنبقى مع ناس بنحبها. هنعمله كده ونوري لكم النتيجه ايه في الاخر. بسم الله. نجيب بقى بسم الله ما شاء الله. السمنه بالزبده، نفرش كده في الارضيه ما شاء الله كده. ما شاء الله. كده حلو يما. حلو بالصلاة على النبي. ما شاء الله. وطبعا العجين ده التقرصه دي بناخدها نسقطها في السمنه بالزبده، نبططها على الطبليه. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تجعلك حلو. وبعد كده ايه بسم الله. نفرده بقى قصاد بعض. بسم هو الله. المفروض كان في حد كمان معانا، يعني المفروض كان في واحده كمان تفرد معانا، بس طبعا ما فيش حد الا انا وام صباح، فاحنا هنسيسها كده ايه لحد ما نفردها. طبعا التقطيع ده عادي لان واحده بتداري واحده، بيستروا على بعض بمعنى اصح. بسم الله. نمسك كده نفرد على الحروف علشان ايه ترق معانا ما تبقاش تخينه. بسم الله. ما توديش على الحرف. ما توديش على هي الحرف. حلوه اصل لقيتها تخينه. بس تودي على الحرف تبقى رقيقة. ماشي. تعالى كده شغل سما، شغل سارة ده هي، وشغل السما ده مش مهم. وطبعا لو احنا جينا المره دي الناحيه دي، المره الجايه نيجي الناحيه دي، وفي الاخر بتبقى ايه دايره واحده. وقف كده يا ابو عمر على المناطق التانيه زي ما انتم شايفين كده. دي الطبقه التانيه. اهم حاجه احنا بنشدها من الحروف كده عشان الحروف تفرد معانا وما تبقاش تخينه. لو كان في واحده كمان تالته معانا كان هيبقى احسن واحسن. وقف يا أبو عمر. كل أحوالها حلوة. شغلت. هي دي التالتة. ماشي. انا كنت بقول بقى نوريهم الفطيرة في الاخر مره واحده. احنا بنعمله طبقات كده، يعني احنا عادين 20 واحده من دول عشان خاطر برضو حجم الصينيه. بسم الله. يعني هي الواحدة 20 20 22. على بتبقى على حسب حجم الصينيه. الفطيرة 20 واحدة متقرصة. 2 أو 20 أو 22. 22 على حسب حجم الصينيه وعلى حسب ايه الرق بتاع العجين. هو طبعا ايه اللي بيبقى حاكم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا ايه خلصنا كده الفطيرة، شديناها رقات كده قصاد بعض، وكده ايه بندهنها قشطة عشان ندخلها الفرن. كفاية كده يا اما. هي كده كده السمنة بيبقى عليها الزبدة بتاعها. كفاية. هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده ملينا كده صينيتين. هنولع بقى عليهم الفرن واحده واحده كده وهوريكم النتيجه. اللي فوق الوش ده احنا دهنين الفطير قشطه زي ما انتم شايفين كده، يعني جاز مش باين في الكاميرا قوي بس ديت قشطه. بسم الله. شايف وانا هولع من فوق يما دلوقتي. كله فوق وتحت وكله هاتيلي واحدة هنا اهي. اديها لي هنا، اديها لي بدل ما اجي عليها رمل بقى دعاء ولا بصة صغيرة تبقى تطلع تديها لي. خدي اهي. وانا لما اخلص دي تبقى انا انزل ده مش عايزينه. ايوه حطها معايا.
اجيب لك ورقه. ولع وهي والورقه هنا وهي بقى مش طلع بايدي. بس هنا الورقه وهي خدت. وتحت ولع. ايوه ولعت من تحت. ما شاء الله كده الفطير بدأ يقب معانا زي ما انتم شايفين كده. لسه بقى ياخد اللون بتاعه وهوريكم برضو النتيجة. بسم الله ما شاء الله كده الفطيرة خلصت. ومن تحت برضو شايفين عاملة ازاي. تفتح النفس. ما شاء الله تفتح النفس والله، ريحتها اصلا تجوع. يعني جايز الاضاءة مخليه لونها فاتح هنا في الكاميرا، بس هي ما شاء الله شايفين ما شاء الله جميل. ما شاء الله شايفين يا جماعة. ادي الفطير ما شاء الله. شايفين الخير في الصينية ازاي. هنسيبها مش هسيبه في الصينية. اللي بتفضى ده سمنة وقشطة وزبدة. يلا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله دي تاني واحدة اهي. ما شاء الله يا جماعة، انا عاوزة اقول لكم اللي هو مقرمش ومخروش وريحته حلوة. دي كده واحدة ودي كده واحدة. ما شاء الله والله العظيم الريحة تجوع. يعني احنا لسه ما خلصناش، مش هناكل بقى لما نعمل ابو جبنة عشان يبقى مرة واحدة. بس جميل والله العظيم ما شاء الله يستاهل بقكم. انا بوريكم كده عشان اشوقكم وتقوموا تشطروا يلا وتعملوا فطير. الف هنا وشفا لنا ولكم يا رب. ده بقى الفطير اللي بالجبنه، ده الحشو يا جماعه. دي جبنه فلاحي وحاطين عليها حاطين قشطه يما ونقطه ملح علشان ما تبقاش ماسكه في بقنا. ما شاء الله. بنحط الحشو في النص كده ونكمل بقيه الفطيره وندخلها الفرن برده ونوريها لكم. بسم الله ما شاء الله. ده ابو جبنه خلصنا الساده، وده ابو جبنه انا كنت مستنياه يهدى شويه عشان اوريه لكم. ما شاء الله شايفين خير ربنا. شايفين الجمال. صوريني بقى مع الفطيره كده يا سلمى عشان تبقى لقطه شاف. استنى اتفضلوا معانا يا جماعه. لا طلعاه وحطيه. مش جايباك اصلا. انت بتعملي ايه؟ بغش. يلا خلي ابو عمر بقى يقوم راح عامل ازاي بقى؟ غدانا يا اخواتي فطير وعسل اسمر. وده بقى يا جماعه غدانا النهارده في دار الخير ودار اللمه والبيت اللي احنا اتربينا فيه طول عمرنا. ضمت اهلنا وضمت ناسنا وضمت حبايبنا. ويا رب اللي شبه حسن شحاته. ويا رب يجعل البيت مفتوح بحسهم. قادر يا كريم، قادر يا كريم يا رب. ودي ده فضل الله عليها.